في راس السنة اكيد متعودين ان احنا نعمل حاجة تكون حلوة وتكون بسيطة وتكون يعني مكوناتها بسيطة جدا وتكلفتها بسيطة. النهارده هوريكم ازاي تعملوا الحلويات اللي انتوا شايفينها دي، بجد في منتهى الجمال وفي منتهى السهولة. النهارده هنعملها كمان صيامي، يعني لو حبيتوا كمان تعملوها في راس السنة. مكوناتها كمان بسيطة، يعني بشوية بسكوت عندنا في البيت هنقدر نعمل الجمال ده. بجد طعمها حلو جدا، على قد يعني مكوناتها بسيطة قوي، بس طعمها حلو قوي قوي. بشوية بسكوت عندنا، اي نوع بسكوت موجود عندنا، بسكوت سادة، بسكوت ميري، بسكوت اي بسكوت سادة، هتقدروا تنفذوها وتعملوا الجمال ده. بجد من احلى واجمل واشيك الحلويات اللي انتوا هتعملوها في راس السنة. جميلة جدا وسهلة، يعني بدون فرن كمان، وبدون بيض، وبدون حليب، وبدون زبدة، يعني بدون مكونات كتير. النهارده هوريكم ازاي تعملوا الحلويات اللي انتوا شايفينها دي بمكونات بسيطة جدا. بس اهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو، لو انتوا لسه ما اشتركتوش في قناتي واول مرة تشوفوني، انزلوا تحت الفيديو اضغطوا على كلمة اشتراك، وفعلوا كمان زر الجرس عشان يوصل لكم اي جديد انا بنزل. يلا بينا على طول نبدأ في اول حاجة. اول حاجة معايا 300 جرام من البسكوت. ده بسكوت صيامي، يعني بسكوت نباتي. طبعا انتوا ممكن تستخدموا اي بسكوت محبب عندكم، يعني مفضل عندكم. البسكوت اللي انا جبته ده مكتوب عليه بدون بيض وبدون لبن. هحتاج بس 300 جرام من البسكوت، طبعا زي ما قلت لكم اي نوع بسكوت محبب عندكم. وكمان معايا شويه من المكسرات، اي نوع مكسرات يعني ممكن تستخدموه، مفيش مشكله. ممكن عين جمل، ممكن بندق، ممكن لوز، ممكن فستق، ممكن كمان سوداني. يعني مش لازم خالص ميكس من المكسرات، ممكن تستعملوا نوع واحد بس. هنكسر بقى البسكوت بتاعنا كده يعني في الكبة، وهنطحنه لحد ما نوصل بيه ان هو يكون معاكم عامل زي الرملة زي ما انتوا شايفين كده، او ممكن في كيس تدقوا عليه كده بالنشابة. اهم حاجة توصلوا بيه يعني يبقى معاكم كده شبيه للرملة بالظبط. وفي نفس الكبة طبعا من غير ما نغسلها ولا اي حاجة، مطرح البسكوت هنبتدي نجيب بقى المكسرات اللي معانا. يعني هنطحنها، بس مش هنطحنها طحن جامد زي يعني تبقى زي البسكوت، لا، عايزينها يبقى فيها زي قطع كده زهرة من المكسرات، عشان واحنا بناكل الحلويات دي نستمتع كده بطعمها ونستمتع بطعم المكسرات. انا عايزة يعني شكل المكسرات يكون ظاهر فيها، يعني مش عايزة اطحنه يبقى شبيه كده برضو للبسكوت، يعني عايزاه يبقى ظاهر كده، يبقى فيه قطع صغيرة كده من المكسرات ظاهرة في الحلويات. وبعد كده هبتدي اضيف ربع معلقه صغيره من القرفه للناس اللي بتحب طعم القرفه. لو في اي حد ما بيحبش القرفه يبقى استغنوا عن الخطوه دي خالص، مفيش مشكله. وكمان نزلت بنص كوبايه من جوز الهند، يعني تقريبا 4 معالق كبار، و3 معالق كبار من الكاكاو الخام. اهم حاجه يعني الكاكاو اللي احنا هنستخدمه يكون خام، ويكون طعمه كمان حلو، ما يكونش يعني مر زياده عن اللزوم، علشان بس ما يخليش طعم الوصفه معاكم طعمها ممرر. يعني اهم حاجة ان احنا نختار نوع كاكاو يكون ماركته كويسة وطعمه حلو. وكمان نزلت ب3 معالق كبار من الزبدة النباتي، وهبتدي اقلب كده. انا عايزة يعني البسكوت يتغلف كويس جدا من الزبدة. هنسيب بقى كده الاسباتولا على جنب، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اعجن بايدي، بس علشان يعني اتحكم كده في يعني العجينه، وان انا اغلف البسكوت بالزبده كويس قوي. يعني انا مش عايزه ولا قطعه بسكوت تكون يعني مش متغلفه بالزبده، احنا على قد ما نقدر كده زي كنا بنبس الكحك بالظبط. بس كده انا يعني كده انا خلاص كده تقريبا البسكوت خلاص اتغلف كويس بالزبده. هنا كمان بقى معايا كوبايه من حليب جوز الهند. الوصفه الاساسيه هنا بيتضاف لها حليب، فاحنا طبعا الوصفه دي صيامي، فاحنا هنحط يعني لبن جوز الهند. انا معايا كوبايه، بس مش هنزل بيها كلها مرة واحدة، انا هنزل بيها تدريجيا، عشان ممكن يعني حسب نوع البسكوت طبعا اللي انت هتستخدموه. ممكن بسكوت يشرب معاكو يعني سوائل كتير، وممكن يعني يشرب معاكو يعني اقل. فممكن يعني 300 جرام من البسكوت ياخدوا معاكو كوباية من حليب جوز الهند، او ممكن ياخدوا معاكو اقل، طبعا حسب نوع البسكوت اللي انت هتستخدمه. انا تقريبا يعني خدت معايا الكوبايه كلها اللي هي كوبايه لبن جوز الهند، وكمان ضفت معلقه تاني. حسيت ان العجينه لسه محتاجه شويه سوائل تاني، فضفت معلقه تاني من لبن جوز الهند. هتلموها كده بقى بايديكم لحد يعني اول ما تلاقوها كده خلاص، يعني مش مفرفته كده في ايديكم، ان هي اتلمت معاكم زي عجينه بالظبط، تقدروا تشكلوها. خلاص هي كده بتبقى جاهزه، مش محتاجه اي سوائل تاني.
نيجي هنا بقى للتشكيل، هنشكلها بقى طبعا زي ما احنا عايزين، يعني حسب ما احنا عايزين نقدمها ازاي. ممكن تشكلوها زي كرات كده اهوت وتقدموها، او ممكن تعملوها زي ما انا بعملها كده، زي صوابع كده بالطول، بس ما تكونش يعني صوابع طويلة قوي، يعني زي ما انتوا شايفين كده. ونيجي كده من على الحرف نبططها كده بصوابعنا بس كده. الشكل ده جميل جدا، يعني لو انتوا حابين تعملوه، او ممكن زي ما انا قلت لكم ممكن تشكلوها زي كرات كده اهوت. طبعا التشكيل او زي ما انتوا عايزين، يعني انتوا حابين تقدموها ازاي. ممكن كمان تقسموا العجينة على نصين، يعني تشكلوا بالشكل دوت زي ما انا عملتها كده، زي شكل صوابع كده. او ممكن تعملوها يعني زي كرات، يعني ممكن تقسموا العجينة على نصين، يعني ممكن تشكلوها كده، ممكن بالطول وممكن كمان تعملوها زي كرات. يعني دي بقى حسب ما انتوا بتحبوا، حسب انتوا عايزين تقدموها ازاي، بأنهي طريقة وبأنهي شكل. كل الكمية اللي عندي انا يعني هعملها بنفس الطريقة كده، هعملها شكل واحد، لكن أنا زي ما قلت لكم ممكن تنوعوا وتشكلوا طبعا زي ما انتوا عايزين. انا خلصت كده الكمية اللي معايا 300 جرام البسكوت، بجد عامله معايا كمية حلوة جدا. هدخلها بقى التلاجة شوية بس، لحد بقى هي مش تاخد بس اي وقت خالص في التلاجة، يعني 10 دقايق بس عشان تبقى متماسكة. وهنا هنحضر بقى الشوكولاتة. هنا هسيح شوكولاتة كانت عندي اللي هي شوكولاتة دارك. هنا دول 300 جرام من الشوكولاتة. طبعا ممكن تعملوا نص ونص، ممكن شوكولاتة اللي هي الخام معاها كمان شوكليت شيبس، يعني زي ما انتوا عايزين. انا سيحتها في بخار مية، يعني انتوا حطيت الكسرولة على النار، وعلى البخار بتاع المية سيحت الشوكولاتة. وكمان ضفت معاهم معلقتين كبار من الزيت، ده زيت نباتي طبعا طعمه حلو. اهم حاجة يعني الزيت اللي احنا هنضيفه ما يكونش يعني زيت تموين ولا اي زيت، يعني يكون نكهته وطعمه مش كويس، عشان بس ما يبوظش معاكم طعم الشوكولاتة. وكمان الزيت بيدي لمعة حلوة جدا. هنغطس بقى الحلويات بتاعتنا كده في الشوكولاتة، يعني هنغلفها كويس كده من الشوكولاتة، ونصفيها يعني نصفيها كده على قد ما نقدر، ونرجع تاني نرصها على ورقة الزبدة. بجد من اجمل واسهل الحلويات اللي انتوا ممكن تعملوها، حلوة جدا كمان، يعني سهلة، مش هتاخد منكم بجد اي يعني تعب ولا مجهود. يعني ممكن في نص ساعة تعملوا كمية يعني حلوة جدا. وكمان بدون فرن، وكمان يعني مكوناتها بسيطة، يعني بشوية بسكوت موجودين عندنا في البيت هنقدر نعمل بيهم الجمال ده. بجد من اجمل واحلى الحلويات اللي انتوا هتعملوها في الكريسماس وكمان في راس السنه. لو حابين يعني هتعملوها في راس السنه، مش حابين تضيفوا لبن جوز الهند، طبعا هتضيفوا لبن عادي اللي هو الحليب العادي. بس انا عشان عامله الوصفه دي يعني صيامي، فانا استخدمت لبن جوز الهند. هدخلها بقى التلاجة طبعا، علشان طبقة الشوكولاتة اللي من بره لازم تكون لازم تجمد كده زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى يعني بشوية شوكولاتة كده من نفس الشوكولاتة اللي انا سيحتها، هعمل كده زي اشكال خفيفة كده، زي خطوط كده يعني عشوائية كده على الوش، هتدي منظر حلو قوي. وعلى الوش كده بقى هضيف شوية اي حاجة انتوا عايزينها، ممكن شوية شوكولاتة مبشورة، ممكن سبرينكل شوكولاتة، يعني اي حاجة انتوا عايزينها ممكن تزينوا بيها كده على الوش. بس هي كده بقت يعني جاهزة معانا. اعتقد ان هي كده خلاص بقت جاهزة للتقديم. بجد من احلى واجمل الحلويات اللي انتوا هتعملوها في راس السنة او الكريسماس. اتمنى يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم، وجربوا الوصفة وطبقوها، واستنى تعليقاتكم تحت الفيديو تقولوا لي رأيكم فيها ايه. اتمنى يكون فيديو النهارده يكون عجبكم. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم على خير، وباي باي.